اسم إيلون ماسك صار عليه غبار كثير في الأيام الأخيرة وما هو واضح. وإيش السبب اللي خلى الشركات الكبيرة تسحب فلوس إعلاناتها من منصة إكس وتقاطعها تماما؟ طيب ليش أغلبية شركات الأخبار تحاول إنها تشوه سمعة منصة إكس؟ وإيش اللي يخلي الحكومة الأمريكية تزعل من إيلون ماسك لأنه رد على تويتر؟ وفي أيضا كلام يتقال إنه إيلون ماسك جت له حالة نفسية من صعوبة إدارة شركة إكس. طيب ليش إذا أي حد دخل منصة إكس وكتب من النهر إلى البحر يوقفوا حسابه ويكنسلوه؟ طيب في سؤال ثاني كمان، إيلون ماسك يدعم إيش؟ الاحتلال أو المقاومة؟ وكيف نحن العرب ممكن نعرف عن إيلون ماسك؟ هل نقول وقف معانا أو نقول وقف علينا؟ يعني شفت الأسلاك لما تدخل مع بعض تحت التلفزيون اللي في بيتكم في الدولاب هذاك لما تفتحوا فيه أسلاك كثيرة، صح؟ هذا اللي حاصل مع ماسك هذه الأيام. وإن شاء الله في هذا الفيديو حنفتح الدولاب اللي تحت التلفزيون في بيتكم وإنت حترتب الأسلاك، لأن أنا إيش دخلني وحاليا جالس أسوي فيديو فشوف أسلاكك. طيب علشان نفهم اللي حصل خلينا ناخذ الموضوع شوية من البداية. أول ما بدأت أحداث غزة المنصة الوحيدة اللي وقفت مع حرية التعبير هي منصة إكس، كلنا عارفين هذا الكلام، يعني بدون خوف وبدون كنسل وبكل حرية تدخل وتعبر عن رأيك وتنشر الصور وتصحح المعلومات وتسوي اللي تبغاه في داخل منصة إكس، يعني بعكس المواقع اللي تحظر وتكنسل زي إنستغرام وفيسبوك وتيك توك. وصراحة صاروا أغلبية الناس ياخذوا الأخبار من تويتر ومنهم أنا ما ناخذ أخبارنا من الإعلام أبدا، كله من تويتر، لأنك حتاخذ الخبر من الناس اللي موجودين في غزة بكلامهم وبصورهم وبفيديوهات، يعني توصلك معلومة صحيحة. يعني إنه منصة إكس كسرت الاحتكار اللي كانت مسوياه شركات الأخبار الكبيرة في العالم، وصارت الأخبار ما تجيك من مصادر واحدة ولا حد يتحكم فيها، عامة الناس هم المراسلين. في 9 نوفمبر 2023 طلع إيلون ماسك في بودكاست وبشكل سطحي دعم القضية وما توقع انه طريقة رد الاحتلال حتساعد في اي حاجة، وقال انه تطبيق سياسة العين بالعين نخرج منها كلنا عمي. وهذا الكلام اللي قاله إيلون ماسك خلى ناس كثير يشكوا فيه وخلى الأخبار تركز عليه. وفي 15 نوفمبر 2023 حساب مش معروف كتب على تويتر وقال إن اليهود يدعمون هجرة الناس الملونين إلى أوروبا علشان يقضون على العرق الأوروبي الأبيض. وإيلون ماسك رد على هذه التويتة وقال أنت اللي قلته صح وهو الحقيقة، وما هي إلا شويات. وقام البيت الأبيض والإعلام الأمريكي وإعلام الاحتلال قالوا انه رد إيلون ماسك يعادي السامية، وانه كمان وفر لهم الانترنت ووعد انه كل الارباح اللي حتطلع له من منصة اكس حيستخدمها في بناء المستشفيات هناك. وقف لحظة، ايش معنات كلمة السامية؟ السامية منسوبة لسام ابن نوح عليه السلام اللي طلع من نسل الكنعانيون والعبرانيون والعرب، يعني المفروض انه المصطلح هذا يستخدم لصالحنا كمان، لكن للأسف يستخدم ضدنا. عموما طلع ماسك وقال انه اللي كان يقصده من دعم هذه التويتة هي جماعة يهودية متطرفة تعادي الغرب واسمها ADL، مش كل اليهود يعني. طب اكيد انت جالس تسألني هل هذا هو السبب اللي خلى الشركات تسحب اعلاناتها من منصة اكس؟ لا، السبب جاء من شركة اسمها ميديا ماترز اللي مسوي نفسها تراقب المحتوى في الانترنت، وقالوا انهم سووا حساب جديد على منصة اكس وضافوا كل الحسابات اللي تعادي السامية. وبعد ما سووا كذا بدأت تطلع لهم اعلانات من الشركات الكبيرة هذه بس ملصوقة بمحتوى معادي للسامية. وانا وانت بدينا نعرف انه هذه الشركات خوفها تقول عليها ان هي معادية للسامية لانك بدأت تجرح مشاعرهم. قول لهم اي حاجة ثانية بس لا تقول لهم معادي للسامية، حيقفلوا البزنس. وايش حصل بعد هذا؟ كل الشركات الكبيرة زي IBM وديزني سحبت اعلاناتها واعلنت مقاطعة منصة اكس، وهذا اللي خلى إيلون ماسك يرفع قضية على شركة ميديا ماترز بتهمة تشويه السمعة باستخدام الكذب والإشاعات. وعلى فكرة في كم إعلامي طبقوا كل الخطوات اللي سوتها شركة ميديا ماترز، دخلوا منصة إكس فتحوا حساب جديد وتابعوا كل الحسابات اللي تعادي السامية، ما طلع لهم نفس الإعلانات هذه. في كذب في الموضوع علشان يشوهوا السمعة، لأن شركة إكس أو تويتر مسوية قلق للإعلام الغربي. تعرف ليش؟ لأن أي كذبة وهي تنكتب تنكشف على منصة إكس، يعني الإعلام الغربي ما عنده أي وسيلة ينشر إشاعات ولا ينشر أكاذيب، لأنه منصة إكس تمحيها تماما. وقوة إكس إنه مصادر الأخبار تجي من المصدر نفسه، يعني ما تجي من شركات أخبارية ما أنت عارف من ماسكها ولا لا شخص زي وزيك معاه تليفون وصور الحدث. ومنصة إكس فيها ناس معاهم علم ومعاهم معرفة في مواضيع معينة، فلما يطلع أي حد يكذب أو يقول كلام ما هو صح يطلعوا على طول يصححوه ويقولوا له انت كذاب سري من هنا. فوق هذا كله معك الكوميونيتي نوت، يعني اي احد يطلع ويتكلم ويقول اي كلام ما هو صح يطلع الكوميونيتي نوت ويكتب هذا يكذب. والكوميونيتي نوت هذا الايام ماسك خط وسط، انغولو كونتي ولا ميكاليلي، يعني ماسك ما في حد يمشي.
اي كذبة يمسكها على طول، وخاصة من اصحابنا اللي هناك. وحاجة كمان حلوة في منصة اكس انه اذا طلع اي معفن يتكلم ولا يقول كلام ما هو صح يمسكوه يشهروا فيه، يشوهوا سمعته، يرووا القباحة اللي قالها في كل انحاء العالم. يعني انه يكون في منصة زي كذا حاجة قوية، ما هي حاجة الاعلام يحب انه يشوفها في يد الناس. يعني خلينا ناخذ خطوة لورا ونحلل كمية الضغط على إيلون ماسك. شوهوا سمعته، طلعوا وقالوا عليه انه يعادي السامية، وكمان أثروا على مصدر دخله بسحب الشركات الكبيرة إعلاناتها من منصة إكس. يعني هذا الضغط اللي حاصل عليه ما حيخليه يغير رأيه ولا حيخليه يكنسل ويبدأ يسوي حركات. أكيد يعني هو حيستنانا نقول له go ahead. على طول قلب الموجة وطلع في إكس وكتب اللي يقول عبارة من النهر إلى البحر اللي هي معروفة ب From river to the sea Palestine will be free، هذا يدعم الإبادة العرقية. وقال إنه هذه المقولة صارت محظورة على المنصة ولا حد يقرب لها. ليش سويت زي عيال ماما لما كنا نلعب كورة في الحارة ويشدوا عليهم الشباب بالكلام والضحك، يشيل الكورة حقه ويمشي؟ فإيلون ماسك ما يعتبر داعم لأي قضية، لأنه من أقواله وأفعاله باين إنه ورا مصلحته. وإذا ساعد حيساعد الطرفين، ما حيساعد طرف واحد. وحيساعد ليش؟ علشان يشبع غريزته الإنسانية اللي كلنا نعرف لما تساعد ناس تفيل جود، يعني تحس إنك تمام. أو علشان المشاريع اللي مربوطة باسمها تتحسن صورتها وتزيد مبيعاتها. وعلى فكرة ما هو ايرون مان ولا سوبرمان، ترى إنسان زيه زينا وعنده عيوب كثيرة ونواقص كثير. وفي كلام كثير يتقال على إنه منصة إكس صارت تتعبه أكثر وأكثر مقارنة بشركاته الثانية. طيب نحن العرب كيف ممكن نعرف إيلون ماسك؟ أكيد ما هو منقذ لنا. ممكن نقول إنه شخص مادي أو محايد، لا هو معاك ولا هو عليك، وحيدعم الطرفين أول ما توقف الحرب، وهذه خطته زي ما قال في كثير من تويتاته. مع إنه واضح إنه في طرف يحتاج للمساعدة أكثر من الطرف الثاني، فخلينا لا نعطيه أكثر من حجمه ولا نتوقع إنه حيساعد إخواننا أكثر من اللي سواه. طيب أنت زي تشوف إننا نحن فزنا في الحرب الإعلامية في هذه الفترة، فعلى أساس كذا في ضغط على منصة إكس عشان ينزلوها ويكنسلوها، وهذا يدل على أنهم حيكنسلونا أيضا. يا ريت تكتب لي رأيك تحت، وتكتب لي أيضا أنت إيش تشوف، نحن فزنا في الحرب الإعلامية ولا لا؟ وأنا حسوي لفة وحرجع لكم. سلام. ويا الله تخارجنا، يا الله يوم خير.